عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ابدا الفيديو كده حابه اقولك لو انت اول مره تشوفي قناتي وعجبتك يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وكمان تخشي تكتبي لي كومنت حلو كده عشان اعرف ان انت جديده وارحب بيكي. يلا بقى نبدا الفيديو كده ونسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه نعمل ايه بقى؟ النهارده بقى روتين مسائي في المطبخ، وقلت بقى اظبطه كده واغسل بقى التلاجة كمان عشان انا بكره اروح اشتري المشتريات بتاعه الشهر، فاظبطه كده قبل ما اعمل اي حاجه. وانت كمان كده عودي نفسك قبل ما تروحي تشتري مشتريات الشهر ظبطي المطبخ بتاعك. اول حاجه اغسلي التلاجة، اعملي مره، يعني الحكايه دي اعمليها مره كل شهر على الاقل. يعني امسكي التلاجة كده وفضيها من كل حاجه ومن كل الاكل اللي فيها، وشيلي الرفوف بتاعتها واغسليها، وكمان الادراج بتاعتها وكل حاجه واغسليها واعمليها تنظيف عميق. وبالمره وانتي بتغسليها كده هتشوفي ايه اللي ناقصك، في حاجه ناقصاكي يعني في التلاجة هتعرفي ايه اللي ناقصك، تكتبيه كده في ورقه على جنب عشان لما تنزلي تبقي انتي عارفه هتجيبي ايه بالظبط. ما تجيبيش حاجه زياده وتبقى هي اصلا موجوده عندك، وممكن كمان تنسي حاجه وانتي تكوني محتاجاها وما تجيبهاش يعني، فتبقي عارفه انتي هتجيبي ايه ومش هتجيبي ايه يعني بالظبط. فالحكايه دي اعمليها مره كل شهر، كل شهر كده امسكي التلاجة كده وشيلي الرفوف بتاعتها واغسليها كده زي كده على الحوض، واغسليها يعني غسيل عميق يعني، والادراج برضو بتاعتها وكل حاجه، والتلاجة نفسها كمان من جوه هغسلها معاكم كلها، يعني من جوه الجسم بتاعها من جوه وكل حاجه اغسلها، عشان كده بقى لما اجيب المشتريات بتاعتي احطها كمان على نظافه، وبالمره هعرف انا ناقصني ايه واجيبه، واعرف يعني الحاجات اللي انا هجيبها. دي اول حاجه. تاني حاجه عايزه اقولك ايه، لما تيجي تنزلي تشتري مشتريات بتاعه الشهر سيبك من العروض خالص، ما تجيبيش العروض كده، ممكن تكوني في حاجه كده على العروض انتي اصلا مش محتاجاها وهتلاقيها اصلا زيادة عندك كده وخلاص وتكوني دفعتي فيها فلوس وخلاص. لا، اكتبي كل حاجة في ورقة، شوفي انت هتجيبي ايه بالظبط، شوفي ايه اللي ناقصك في البيت. افرزي كده كل حاجة، يعني التلاجة وانت بتغسليها شوفي ايه اللي ناقصها، برضو نفس الحكاية دولاب الخزين وانت بتوضبيه شوفي برضو ايه اللي ناقص واكتبيه في ورقة. التربو مثلا اللي فيه التوابل، فيه بطاطس مش عارفة ايه كده، كل حاجة ناقصاكي اكتبيها في ورقة على جنب، واعرفي بالظبط انت ناقصك ايه وايه الحاجه اللي انت المفروض تجيبيها عشان ما تدفعيش فلوس على الفاضي وخلاص. العروض دي والله العظيم يا بنات بتضيع الفلوس على الفاضي. هم تبقى عروض بقى ونبقى فرحانين بيها وحاجه رخيصه، بس ممكن اساسا مكنش حاجه محتاجينها، وممكن يعني ممكن توفري فلوسها في حاجات تانية، يعني حاجات تانية انت محتاجاها للبيت، حاجات اساسيه وبتاخدي فلوسها للعروض كده وخلاص. هقول لكم بس انا ماشيه معاكم ازاي بالفيديو. انا شلت الرفوف بتاعه التلاجة، انا عندي التلاجة 3 ارفف معروفه، يعني هي التلاجة اساسا 3 ارفف، بس الرف اللي هو الاخراني انا مش بعرف اشيله، ما اعرفش ليه هو اصلا ما بيتشالش ولا ايه، بس انا كذا مره اجي اشيله كده جامد قوي فبخاف يتكسر مني ولا حاجه، فسيبته مكانه بصراحه، ما بشيلهوش، بغسله وهو مكانه يعني في التلاجة. فبطلع الرفين بس اللي انتوا شفتوهم معايا في الاول كده غسلتهم، وكمان الدرج دوت انا بقول لكم انا بعمل الحكايه دي كل شهر مره، يعني الدرج مش بطلعه من التلاجة كده واغسله الا مره كده واحده في الشهر. ممكن امسح التلاجة كده مثلا كل اسبوعين كده ولا حاجة لو لقيت فيها حاجة بفوطة كده من بره، ممكن كمان يعني اشيل الاكل بس ايه، يعني اشيل الاكل من على الرف واغسله وامسحه بالفوطة وبعدين احط الاكل تاني. بس كده يعني. لكن الحكاية بقى اللي بتاعت مرة كل شهر دي انا بشيل الحاجة كلها اللي في الغسال في سوري في التلاجة وبغسلها كده على جنب على الحوض، وبسيبها تتصفى على جنب، وبعد كده ابدا بقى احطها تاني في التلاجة وارص بقى عليها الحاجات تاني. وكمان على فكرة الحكاية دي كمان بتفيدني جدا في ايه، انا عندي اكيد معظمنا كده برضو بحط الادوية في التلاجة، اكيد برضو معظمكم كده اللي عندها اطفال بقى ربنا يحميهم كلهم يا رب. فاللي عندها اطفال بيبقى عندها علاجات وادوية كتير قوي بتبقى حطها في التلاجة، لان التلاجة طبعا هي اللي بتحفظها. فالحكاية بتاعت كل شهر دي لما بعملها بطلع كل الادوية وبفرزها بقى، اشوف مثلا ايه اللي منتهي الصلاحية برميه، اللي فيه حاجة بسيطة قرب يخلص وخلاص، يعني ما مش هيعمل حاجة، يعني هم حبة صغيرين اصلا، يعني بعد الشر لو حد تعب هضطر اجيب علبة كمان فبروح رمياها كمان
حاجات زي كده. في بخاخات عندي، لقيت بخاخات كتير عندي فاضية اساسا وانا حطاها في حاجة بسيطة خالص، فبرميتها. يعني الحكاية دي برضو بتنفعني، فبتفضيلي مكان في التلاجة طبعا، بتوفرلي من الحاجة المكان تاني. انا عاملة الرف اللي هو اللي من تحت، هوريكوا دلوقتي. من تحت خالص حاطة فيها كل الادوية بتاعت عيالي يعني وكده، واللي احنا بنحتاجها، فبحطها من تحت خالص. فالحكاية دي بصراحة بتنفعني، ان انا بتاعت كل شهر دي، ان انا بشوفها لو حاجة منتهية الصلاحية اروح رميها على جنب وخلاص بقى، بايه بتخلص منها يعني. بس كده. بصوا بقى اللي هي الحاجات اللي هي ديت الارفف اللي هي في الباب نفسه، في الباب بتاع التلاجة برضو. لقيت كده فيها واقع فيها نقطة عسل، مش عارفة حلاوة كده، حاجات كده اللي هي بتبقى ملزقة ديت، وبتبقى ايه واقعة كده وبتلزق في الرف يعني. فعايزة اللي هي غسيل بقى. فطلعتهم كلهم كده وغسلتهم معاكم. بس كده بقى انا الروتين دوت يعني مسكت التلاجة وكده، قلت بقى هبدأ بالليل. يعني كنت خلصت بقى الصبح يعني، وديت سجدة الحضانة وجيت وعملت الغدا واتغدينا. فالموضوع ده كده عملته بالليل خالص يعني. يعني من بعد المغرب كده قلت بقى هبدأ امسكها، عشان انا عارفة يعني ان انا هنزل بقى اشتري حاجات بتاعة الشهر وكده يعني، وحاجات يعني للبيت وخزين البيت. فقلت اعمل الموضوع ده بما اني بقى بكرة راحة، قلت اصور معاكم يعني واشجعكم كده يعني، واعرفكم انا بعمل ايه قبل ما بجيب حاجات المشتريات يعني بتاعة الشهر. و... واعرفك يعني. ولو يعني انتي مش بتعملي كده، لا عودي نفسك تعملي كده التلاجة مرة كل شهر. كل شهر مرة يعني، تنظيفة عميقة بجد يعني حلوة قوي. وهتحسي كده براحة كده بعد ما تلاقي التلاجة بقى نظيفة، وتيجي تجيبي حاجاتك وتحطيها كده في التلاجة يعني على نظافة. وزي ما قلتلك برضو، دي حاجة برضو بتفيدنا في ايه، ان احنا الحاجة يعني اللي ناقصانا وكده، بعرف الحاجة اللي ناقصاني في التلاجة، والحاجة بقى اللي بايظة بقى، الادوية المنتهية الصلاحية والحاجات ديت كده برميها يعني. وانا كده كده بقى مش محتاجاها. عايزة اقولك ايه بقى. بصي بعد كده عودي نفسك، لو انت مش بشتري حاجات يعني بالشهر، لا عودي نفسك تشتري حاجة كلها بالشهر، هتوفر معاكي جدا. انا من عادتي يعني ان انا بجيب حاجاتي كل اسبوع. انا كنت بجيب حاجاتي كل اسبوع، بس يعني قررت ان انا اعمل بقى كل حاجة بالشهر. انا جربتها مرة او مرتين كده، لقيتها بجد نفعت معايا يعني. حسيت ان بوفر عليا وقت كبير جدا. انا كنت بالاسبوع ده كنت كل اسبوع انزل اجيب كل حاجة في البيت ناقصاني، انزل اجيبها. آه، فطبعا بقى بالشهر فبروح مرة واحدة بس، غير ما بروح 4 مرات في الشهر، لا بقيت اروح مرة واحدة بس. هو بيبقى مجهود عليا وتعب ان انا بنزل، وانا مش بنزل هايبر ولا حاجة، انا بنزل عندي هنا في المنطقة، وبروح المحلات يعني اللي انا عارفاها ومتعودة اجيب منها. بجيب منها يعني الحاجة اللي انا محتاجاها، اكون كاتباها في ورقة وعارفة انا هجيب ايه بالظبط، وببتدي بقى ان انا اشتريها يعني وكده. مش بحب اروح هايبر، لاني بقى اللي بقول لكم العروض يعني بتغري كده وخلاص، وممكن اروح اجيب حاجه حاجتين بس كده من هناك. يعني انا مش من عادتي يعني ان انا بروح هايبر، لا انا بجيب حاجتي من محلات عاديه يعني، بجيب حاجات من محلات العطاره هنا عندي. بصوا بقى قبل ما اكمل كلامي، بصوا انا كده خلصت التلاجة. بصوا الادويه، الرف اللي تحت ده كله ادويه بس، ووراء برضو واخد نص الرف اللي فوق. بس كده بقى، ورصيت كل حاجه بتاعتي في التلاجة، لحد بقى ما هجيب بقى الحاجات. لقيت بقى، عرفت بقى ايه اللي ناقصني. لقيت عندي ما عنديش خضار خالص، عندي القطة كلها خلصت. ما عنديش كمان لقيت فلفل، عندي حاجة بسيطة بس كده كام واحدة. ما لقيتش عندي خيار ولا جزر. شفتوا يعني بتفيدني بايه، ان انا بقى عارفة ايه اللي ناقصني وكده، وكتبت كل حاجة يعني في ورقة على جنب، عشان لما انزل ابقى عارفة يعني انا هجيب ايه وكده. بس بقى زي ما انا قلتلكوا ان انا بجيب كل حاجة عندي من المنطقة هنا. عندي المحلات ما شاء الله كتير هنا في المنطقة قريبين مني، فبنزل بقى المحل ترى بنزل بجيب منه كل حاجة على بعضها. المحل البقالة برضو بنزل اجيب كل حاجة على بعضها. اللحوم والفراخ وكل حاجة يعني جنبي هنا في المنطقة. فبلف كده، باخد لفة كده، بعمل كده يوم مخصص ان انا اشتري كل حاجة، واخد لي بقى لفة كده وهجيب كل حاجة. بس كده بقى. بصوا انا دخلت على ضرفة الخزينة، خلصت كده التلاجة بقى زي ما انتوا شفتوا، وكمان ضرفة الخزين قلت بقى عشان اشوف انا عايزة ايه، لو في زيت انا عايزة اجيبه، وفي سكر، وبالمرة ألمعها كده وافرش بقى المفرش كده على نظافة. انا
الزيت عندي يعني ما باجيبش زيت من برّه بصراحة، يعني قليل أوي لمّا باجيب، الحمد لله يعني بتاع التموين بيكفّيني، فباجيب لإن أنا خدت ال100 جنيه اللي هي بتاعة الدعم، فبقى يعني الحمد لله بيكفّيني بتاع الشهر، الزيت يعني والسكر، فمش باضطر يعني إن أنا أشتري من برّه، قليل أوي يعني لو احتجت يعني أو حاجة. شُفت بقى أنا عندي كام يعني إزازة زيت، أنا لسه جايبة التموين لسه جايباه من كام يوم، أنا باجيبه كل آخر الشهر، فلسه يعني كنت جايباه فرصيت الحاجة بالمرّة، كيس المكرونة دي برضه كنت جايباها على التموين. آآ كان رصيد بقى السكر كده، أنا السكر باوقّفه كده عشان بيبقى مفتوح، يعني أنا باجيبه من التموين، بيبقى مفتوح فباوقّفه كده عشان ما يقعش، أنا عايزة أجيب حاجة كده كبيرة أفضّي فيها كل السكر، فكّرت يعني إن أنا أجيب حاجة كده كبيرة وأفضّي فيها كل السكر عشان هو يعني بيُقع كده وبيبهدل يعني الدنيا. بس بعد كده رجعت فكّرت فيها قُلت العلبة الكبيرة ديّة مش هتخُش يعني الضلفة بتاعة الخزين، لإن بتاعتي يعني الضلفة بتاعتي ضيّقة، فمش هتكفّي حتى المنظّمات بتاعة المكرونة الطويلة دي، لازم أتنيها عشان أدخّلها، فقُلت بقى خلاص خلّيهم واقفين كده وخلاص باوقّف الأكياس كده عشان ما فيش حاجة يعني من السكر يُقع. بس كده وضّبطها وكمان حطّيت المكرونة، شُفت بقى الحاجات اللي ناقصاني في المكرونات، أنا لقيت ما شاء الله عندي يعني من الشهر اللي فات لقيت عندي مكرونات يعني وكده، قُلت لأ أنا مش هاكتّر الشهر دوّة، هاجيب يعني نصاص، يعني أنا مثلًا كنت باجيب بالكيلو بال2 كيلو، لأ المرّة دي بقى أنا هاجيب نصاص عشان يكفّيني بقية الشهر وما احتاجش يعني إن أنا أجيب بقية الشهر يعني وكده. بس بقى خلّصتها كده ورصيتها، وكمان بقى قُلت بالمرّة ألمّع الرخامة، يعني بقى بالمرّة كده وأنا خلّصت يعني بقى التلاجة وضلفة الخزين، بالمرّة وأنا واقفة كده ألمّعها، عشان أنا عايزة لمّا آجي أروح اليوم السوق دوّة بيبقى يوم مُتعب جدًا، باجي هلكانة بصراحة، باودّي ساجدة الحضانة، وبابدأ بقى أروح بقى أشوف هاجيب حاجات يعني وهاجيب إيه وكده، وباعدّي على ماما أروح أفطر معاها، وبارجع بقى هلكانة، فقُلت لأ أنا هاعملهم كلّهم هاضبّط يعني المطبخ عشان لمّا آجي بس أعمل الغدا، لمّا آجي يعني من السوق وأبدأ أعمل الغدا وكده، فما بيكونش الدنيا مكركبة حواليّا، وأبقى واقفة كده في المطبخ كده وأنا مرتاحة ومش ورايا يعني حاجات كتير يعني وكده. بس كده بقى زي ما قُلت لِك أنتِ أهم حاجة اعملي الحركة ديّة كل شهر عشان تعرفي إيه اللي عندِك وإيه اللي ناقصِك، يعني أنا الحتّة دي برضه نفعتني في إيه، يعني وأنا باعمل في ضلفة الخزين، أنا كنت ناوية كاتبة في الورقة إن أنا أجيب خَل، لإني كنت باحسب إن أنا ما عنديش خَل، فلمّا وضّبت ضلفة الخزين لقيت في إزازة خَل كده من جوّه، فأنا ما كنتش شايفاها، فعرفت طبعًا أنا عندي إيه، فقُلت لأ خلاص أنا مش هاجيبها هتكفّيني، فعرفت بقى يعني الحتّة دي يعني مفيدة في كده إن أنا أبقى عارفة أنا هاجيب إيه وإيه اللي أنا هاجيبه وإيه اللي أنا مش هاجيبه، بدل ما أجيب حاجة بزيادة هي مش هتخسّر يعني، بس بدل ما أجيب حاجة بزيادة لأ أوفّر الفلوس دي في حاجة تانية أساسية برضه عايزة أجيبها في المشتريات يعني أو في خزين الشهر وكده، فيبقى على إيه بقى، لأ أنا أكتب كل حاجة وأبقى عارفة بالضبط أنا هاجيب إيه، وإن شاء الله على الشهر الجديد أبقى أجيب حاجة يعني حاجة يعني جديدة، بدل ما أجيب ويبقى عندي بزيادة وخلاص، لأ عشان أوفّر لكل حاجة. بس كده أبقى خلّصت ولمّعت الرخامة، وكمان كان في مواعين كنت غاسلاها بتاعة الغدا، قُلت كمان بقى أرصّها معاكم كده وأحط كل حاجة مكانها، أنا عايزة المطبخ بتاعي كده يبقى رايق خالص، يعني آجي أصحى الصبح وأنا رايحة السوق وأنا أول ما أخُش كده ألاقي الدنيا رايقة من حواليّا، مش عايزة أحط إيدي في أي حاجة ولا أعمل أي حاجة، عايزة بس أبدأ أعمل الغدا على طول، يعني ما فيش عايزة حاجة تعطّلني، زي ما قُلت لكم بابقى جاية تعبانة وهلكانة من السوق، لإني باروح كذا حتّة كذا محل يعني وبالِف يعني المنطقة، فبيبقى اليوم تعب يعني، فقُلت لأ أنا هاخلّصه كده وأضبّطه بقى وأخلّيه كده فُلّة كده عشان لمّا آجي ما اتعبش يعني فيه وما اعملش أي حاجة. بس كده بقى خلّصت رصيد المواعين وكمان البوتاجاز، قُلت بقى كمان أغسله و وألمّعه كده، هو كان نضيف بس كان عليه رَدّة يعني وكده، قُلت برضه أغسله و أنتِ برضه بقى عوّدي نَفْسِك كده حاجات معيّنة تعمليها كل شهر، وحاجات طبعًا معروفة بتتعمل كل أسبوع، بس لأ حاجات معيّنة تعمليها كل شهر عشان ترتاحي، وتعوّدي نَفْسِك على كده بقى عشان تحسّي بنضافة كده
وتوفري هنا عليكي وقت يعني ومجهود. زي مثلا غسيل التلاجة، لا كل شهر تعمليها قبل ما تنزلي تجيبي مشتريات البيت يعني وكده، مشتريات الشهر. وكمان البوتاجاز لو انت عندك يعني يعني بتسيبيه فترة يعني مش بيتغسل او كده، لا امسكيه تنظيف عميق في الشهر واعمليه كله بقى، وغسلي العيون. ولو بتحطيله بقى ورق فويل وتظبطيه كده بقى، لا عودي نفسك كل شهر اعملي حاجات معينة. وكمان ضرفة الخزين برضو، يعني طبعا احنا بقى بنهلكها بقى طول الشهر بقى، وبناخد منها حاجات، ممكن حاجة تقع منك تتبهدل، مش عارفة ايه، حاجة تتكب كده. لا كل شهر، وكمان بقى يعني بنكسل ان احنا نعملها ونسيبها. لا كل شهر عودي نفسك، دي حاجة أساسية تتعمل. هتلاقي نفسك الحاجة من حواليك نضيفة، وما يعني ما تهلكيش نفسك وما تهلكيش صحتك. خلصت بقى البوتاجاز كده، خلصت بقى البوتاجاز كان عندي بقى كام كوباية كده في الحوض وكام طبق كده يعني عايزين يتغسلوا. قلت بقى اغسلهم بالمرة كده بقى وانا واقفة. وزي ما قلتلك عشان انا عايزة اشطب المطبخ خالص ومش عايزاه يبقى فيه اي حاجة خالص. انتي برضه عودي نفسك كده، يعني لما تروحي تشتري حاجة او لما تيجي تخرجي عموما يعني، وانتي عارفة نفسك اللي انتي خارجة مثلا تاني يوم، رايحة بقى مشوار ايا كان بقى، هتشتري حاجات للبيت، رايحة مشوار خصوصي ليكي او كده، ظبطي بقى المطبخ بالذات. يعني الشقة كلها طبعا لازم تبقى متظبطة وكده على الماشي، بس المطبخ ده بالذات لان طبعا معظم وقفتنا احنا في المطبخ كستات يعني بيوت وكده، فاحنا معظم وقفتنا في المطبخ، فعايزين نبقى نقف فيه كده واحنا بقى مرتاحين ومبسوطين، وميبقاش الدنيا مكركبة من حوالينا. فعودي نفسك قبل ما انت عارفة ان انت خارجة بكرة رايحة مشوار، تعالي على بالليل كده قبل ما تنامي كده بساعة ولا بساعتين، امسكي المطبخ دوت كده، يعني فرتكيه كده زي ما بيقولوا، شوفي كده كل حاجة فيه عايزة تتعمل واعمليها وافرشيه. وعشان لما تيجي من المشوار بتاعك تبقى الدنيا رايقة من حواليكي، ومش محتاجة ان انتي تتعبي نفسك بقى. يعني يا دوبك هتعملي غدا خفيف، هتعملي انت غدا عادي يعني، وتبقى الحاجة من حواليكي متروقة، ومش محتاجة يعني ان انت تتعبي نفسك في حاجة تاني، تبقى بالك مشغول بحاجة واحدة وتبقي واقفة والدنيا بقى متظبطة من حواليكي. بس كده بقى خلصت المواعين. وكمان الرخامة اللي هي اللي جنب الحوض ديت، شلت بقى من عليها بقى الزيت والخل والسمنة وكده، و وكمان غسلتها، لان بالذات بقى دي انا بغسلها، يعني التانية لمعتها كده بس مجرد تلميع كده بالبخاخة اللي انا حاطه فيها ميه واوكسي، انا قلتلكوا قبل كده اوكسجين. بصراحة ريحته حلوة قوي بعد ما بلمع بالرخامة، بيخلي ريحة الرخامة تحفة تحفة والله بجد. آه بس كده بقى بعد انا بلمع يعني اللي هناك انا بقولكوا عليها، لكن دي بحب اغسلها لان معظم وقفتي عليها، وممكن بحاجة تيجي عليها من كده تزيت من حاجة بتاع، فبحب ان انا اغسلها لما باجي يعني اعمل الروتين ده، فبغسلها بالمرة واقول ايه، عشان تلمع يعني كده ويبان عليها النظافة. بس كده بقى لمعتها، غسلتها يعني ولمعتها. وكمان غسلت بقى الفوطة وسبتها بقى حطيتها على جنب عشان تنشف. وكمان بقى قلت امسك كده المطبخ اكنسه، انا بصراحة المطبخ كان نضيف فانا قلت هكنسه بس. فقلت بقى اكنسه كده معاكم. وكمان هفرشه عشان ابيته بقى نضيف. ولما اجي اروح بكره بقى وانا جايه بقى الاقيه كده يعني رايق كده ونضيف. بصوا بقى كده بعد ما خلصت، شوفوا بقى كميه الراحه النفسيه لما تلاقي تخشي المطبخ بتاعك كده تلاقيه نضيف، والحوض مفهوش مواعين ولا اي حاجه. بس كده بقى الفيديو بتاع النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم، ان شاء الله استنوا فيديو جديد، مع السلامه.